يعني حالة بقت مستمرة وخطرة. فأنا أفتكر إنه ممكن برضه يكون الجيش عنده تقديرات موقف الآن مختلفة، ونحن نحاول ناخذ التعبير الرسمي من القائد العام. الجيش ما حزب سياسي، فما بيعبروا عنه ناس كتار متعددين في حتات متعددة. بيعبر عنه القائد العام للقوات المسلحة، بتفتكر إنه كلامه هو الصايب أو اللي بيمثل الجيش على الأقل يعني. لكن ده برضه حسب التجربة زي ما أنت ذكرت ممكن يحدث تراجع، لكن احنا دورنا الأساسي كلنا ندفع في إنه الخطوة دي نعززها بإنه ندعمها، ويجب إنها تتعزز بخطوات أخرى تجاه الإقليم، لأنه أنت ممكن تخسر كل الإقليم وتخسر كل المجتمع الدولي وتقول إنه المجتمع الدولي ضدك والأمم المتحدة ضدك بالمجالس المتخصصة والإقليم ضدك وعايز تنتصر. دي حاجة أصلا ما معقولة. أعظم دولة في العالم لا تستطيع إنها تحارب دول الجوار وتحارب الإقليم على المستوى وتحارب المجتمع الدولي وتقول أنا حانتصر. يبقى ده الجنون نفسه. أنا بفتكر هو الواضح إنه الآن كل العالم عرف إنه الحرب دي عملها الإسلامية، وهي حرب عندها أجندة سياسية بامتياز، وأجندتهم بتبدأ من الجندة الرئيسي هو السيطرة على السودان مرة أخرى بقبضة جديدة بنسخة جديدة للإنقاذ. في حالة الفشل يكون جزء من السيطرة على السودان في تسوية عامة. في حالة الفشل يكونوا حققوا أهداف صغرى. الأهداف الصغرى تتمثل في إنه ينهبوا أكبر عدد من الموارد المتاحة. الآن اللي بينهبوا في موارد البلد، في الذهب، في غيره هم الكيزان تحديدا الآن في الوقت الحالي، وإنهم يخرجوا ناسهم الموجودين في السجون. دي أهداف صغيرة، لكن الهدفين الكبيرين المستوى الأول إنهم ينتصروا بالضربة القاضية ودي فشلت، وده برضو بيبرر ليه الحرب دي الآن هم ما قدروا يسيروها لحد الآن، لأنهم توقيتوا لها كانت هي حرب خاطفة صغيرة. طيب الآن هم ورطوا الجيش في المعركة دي. الآن أفتكر الجيش ممكن ياخذ خطوات تنظيم زي ما بسموها هم ذاتهم ناس الجيش، وياخذ خطوات رجعة. وأنا أفتكر عضو ظهر الجيش ممكن ما يكون مع استمرار الحرب، لأنه تم استنزاف البلد فيها وما عندها نهاية. حيحصل مفاصلة أنا متأكد منها في الوقت القريب، مفاصلة نهائية، وبدأت الآن. بدوا الآن يخونوا الجيش، بدوا يخونوا قيادة الجيش إنه ديل كده وديل كده وديل كده، وده خطهم الرئيسي. والآن كتاب ونحن بنتابع لهم يومين أو 3 في حالة تخوين شديدة لقيادة الجيش وتلميع البعض، والبعض يهمز ويلمز لا بد من وجود انقلاب حتى على القيادة الحالية. أنا قريت عدد منهم بيمشي في الاتجاه ده. فالاتجاه ده هم عايزين يمشوا في الحرب دي إلى الآخر، وده بيتعارض مع الجيش نفسه ويتعارض مع الدولة السودانية. لذلك أنا بفتكر المفاصلة بين الجيش وبين من هؤلاء الناس قريبة. وأنا بفتكر الجيش برضو اكتشف إنه دي ما حربه، دي برضه من النقاط المهمة، ودي اللحظة الفارقة. وهم في تصريحاتهم بيقولوا إحنا مع الجيش وداعمين الجيش وكذا. الآن بيظهر الكذب ده، هم ما مع الجيش، هم مع الحرب وداعمين الحرب. لو الجيش مشى معهم فيها هم معاه، لو الجيش خالف وقال ما بيمشي في الحرب دي هم ما مع الجيش. فهم قصتهم الأساسية هي الحرب، وقصتهم الأساسية هي ارتباطات عندها علاقة بالإقليم في بعض الأماكن، عندها علاقة بإيران، عندها علاقة بتفاصيل أخرى، عندها علاقة بتمزيق السودان برضو. الآن الكيزان عندهم مشروعين لتمزيق السودان شغالين فيهم. عندهم دولة اسمها البحر والنهر، وعندهم دولة أخرى اسمها وادي النيل. دي الدولتين الآن بينادوا بها مجموعات من الكيزان، شخصيات معروفة واعتبارية. فهم جزء من تفكيرهم تقسيم السودان نفسه، وما عندهم مانع يحكموا حتى ولو رقعة صغيرة من السودان.